السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذا التمرين. كنت حليته مع سنة ثالثة متوسط، قلت نشارك معكم الحل ويلا نبداو. الشكل هو عبارة عن مثلثين او مثلث كبير مقسوم على مثلثين. عندنا اول معطيات المثلث الاول هو عبارة عن قطعة مستقيمة طولها 8 سنتيم، والقطعة الثانية 3.2 يعني 1 2 3.2. نديرو زاوية قائمة صح بهذه الطريقة. هذه طولها 6 سنتيم 6 سنتيم ونربط بهذه الطريقة تكون رسم الشكل صح. هذه زاوية قائمة هنا درناها. عندي هنا 6.8 سنتيم. نبدأ بأول سؤال. أثبت أن المثلث ABC يعني هذا المثلث قائم. أول سؤال، مثلث عنده 3 أضلاع، واش راح نستعملو نظرية فيثاغورس العكسية. كيفاش نثبتو؟ واش راح نديرو؟ بزاف ما يعرفوش يبرهنونا في النظرية العكسية. واش ديرو؟ تحكموا الطول AB مربع وتكتبوه يساوي 6.8 مربع. نثبت أن احنا نثبتو. واش راح نثبتو؟ عندنا أول حاجة أن AB يساوي كما سبق وقلت لكم اكتبوا AB وما تكتبوا هذه الزاوية القائمة CB زائد CA. ديروا مربع مربع مربع. نثبت أن AB اللي هو الوتر مربع يساوي مجموع الضلعين الآخرين. كيفاش نثبتوا؟ تحكموا الضلع الأول ديروا المربع تاعو تكتبوه. تحكموا الضلع الثاني اللي هو CB ديروا المربع تاعو 3.2 مربع ويساوي. تحكموا الضلع الثاني الثالث CA مربع تساوي 6. إذا بعد ما حسبنا مربع الأول والمربع الثاني والثالث رحنا عطتنا 46.24 هو أكبر ضلع وبالتالي هو الوتر. حطيناه منا وجمعنا الضلعين الآخرين ولقينا المساواة صحيحة، وبالتالي ومنه أثبتنا من هذه المعادلة. وش أثبتنا أن AB مربع يساوي CB مربع زائد CA مربع، وبالتالي المثلث قائم في C صح. نروحوا للسؤال اللي بعده. بين أن AD يساوي 10 سنتيمتر. كيفاش نبينو؟ هنا خلاص ثبتنا بلي هذا قائم وهنا زاوية قائمة. AD يساوي 10 سنتيمتر صح. باش نثبتوها لازم لنا مثلث قائم. AD راهي تابعة للمثلث الكبير وتابعة للمثلث هذا. راح نعتمدوا على هذا المثلث الصغير، هذا المثلث الثاني. هذا المثلث كتشوفوا فيه هنا عنده ضلع قائم، هذا قائم على هذا حسب الشكل. عندنا هذا كامل راهو ضلع واحد. هذا اللي نشوفوا فيه راهو ضلع مشترك بين هذا المثلث وهذا المثلث، وبالتالي المثلث هذا أيضا قائم. إذا لدينا هنا AC هو ضلع مشترك بين المثلثين. انا ما نكتبش بزاف باش ما ناخذش وقت طول الفيديو. راهو ضلع مشترك بين هذا المثلثين، نسميه لكم مثلث 1 والمثلث 2. راهو ضلع مشترك، راهو عمودي على هذا الضلع، يعني هذا ايضا مثلث قائم. فان ADC ولا ACD مثلث قائم في C في نفس النقطة. نظرية فيثاغورس المباشرة اللي واش تقول؟ مربع الوتر اللي هو AD مربع يساوي CA مربع زائد CD مربع. AD مربع يساوي 6 مربع زائد 8 مربع. AD مربع يساوي 36 زائد 64. AD يساوي جذر 100 ويساوي 10. اللي بعده ما هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ المثلث ABC وتر المثلث هو قطر للدائرة، وقطر الدائرة هو وتر المثلث، وبالتالي مركز الدائرة منتصف وتر المثلث،
ونفتح قلنا أقرب مسافة إلى الأ أكثر من البي، نديرو قوس منا ونديرو قوس منا، وما قلناش عينو الدوائر، قلنا عايرو فقط مركز الدائرتين. صح، عينا الأولى. استعملوا المدور أحسن من المسطرة، واللي حب يستعمل المسطرة فلا بأس، فقط أنا نستغل الفرصة باش نوريكم كيفاش نرسمو. إذا عندنا ها هو، وأيضا عندنا أو فتحة ومركز الدائرة المحيطة بالمثلث A C D، نفس الطريقة. يعني هاو الوتر A دي اللي صبناه 10، نفتح المدور أقرب شيء إلى الأ أكثر من، نزيد نهبط شوية أكثر من الدي، ندير قوس، نزيد منها قوس، نرجع بنفس الفتحة ندير قوس من وقوس من، ونعين وفتحة. نقول بالتالي هنا نديرو رمز التقايس. هنا هادو متقايسين 3.4 سنتيم. شوفوا أي حاجة ديروها حطوا المعطيات تاوعها في الرسم، راح يساعدكم الرسم درجة كبيرة جدا. 3.4 سنتيم قسمنا 6.8 على 2، نروحوا منا قسمنا 10، هذا 10 كامل هو 10، هاي ليك 10 سنتيم. نديرو منا رمز التقايس، هذه 5 سنتيم. بين أن أو فتحة أو فتحة نربطو بيناتهم يساوي 5.6. إذا نبينو أنه هذه مفتاحة 5.6، نبينو أن هذا يساوي 5.6. شوفوا كي تشوفوا الشكل هكا يبان لكم مخلط. أنا راح نبسط لكم هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه كامل مخلط في شكل واحد آخر. هذا وعندنا ضلع هنا وعندنا ضلع آخر. صح، شوفوا باش يبان لكم التمرين. صح، عندنا وعندنا وعندنا فتحة وعندنا بي وعندنا دي. هذا هو الشكل اللي نحتاجه. هذا بالتقريب ماشي الشكل نفسه. عندنا هذه منتصف وهذه منتصف وهذه، وهنا كامل شل عندنا هاهي 8 زائد 3.2. منين جبتها؟ شوف معايا مليح ركزوا. 8 زائد 3.2 ندينا 11.2. النص تاعها يعطينا 5.6، وهما قالونا تأكدوا بلي هذا يساوي 5.6. وش معناتها؟ معناتها رانا ندورو في المنتصف، هذه منتصف وهذه منتصف وهذا راهو منتصف هذا. هذه فاش يفكركم ديجا كي تشوفوا هذا الشكل عندكم نقطة من ونقطة من، وهذا يشبه للتوازي، سموها نظرية طاليس الخاصة أو الحالة الخاصة في طاليس. واش عندنا؟ عندنا أو منتصف أبي، وعندنا أيضا أو فتحة منتصف أدي، والنقاط راهم على استقامية. عندنا أو على أبي يساوي أو فتحة على أدي ويساوي النصف. هنا بما أن لقينا معاملة تناسبية فبالتالي هذو راهم متوازيين. نروحو نشطبو الأ، واش يبقى لنا؟ يبقى لنا أو فتحة على بيدي. ها أو فتحة على بيدي يساوي النصف ثانيك، يعني هذا يساوي النصف تاع هذا. فهمتوني؟ وبالتالي تخرج لنا هذه العلاقة. تبين أن فقط، ما قالكش احسب. شوفوا كي يقولكم احسب راح تحسب، كي يقولك بين أن يعني لا داعي للحساب، فقط كاستنتاج تخرجوها. صح، احسب محيط المثلث أو سي أو فتحة. راح نلونكم بلون آخر هذا المثلث باش ما يتخلط لكمش الشكل. وليك المثلث إذا محيط الشكل هذا واش يعطينا؟ عندنا هذا الضلع، عندنا بقى هذا الضلع وهذا الضلع. هذا الضلع واش يمثل؟ قلنا بما أن الدائرة المحيطة بالمثلث فإن أو أ يساوي أو بي يساوي أو سي، وبالتالي هذا يساوي 3.4. إذا نكتبها لكم هنا باش تبان محيط الشكل، محيط المثلث ماشي الشكل.
أو فتحة سي. واش نديرو؟ عندنا أو فتحة زائد أو سي زائد سي. بي يساوي عندنا 5.6 زائد 3.4 هذا زائد هذا أو فتحة أو فتحة دي وأو فتحة سي متساويين ثانيك. شحال يعطينا هذا؟ يعطينا 5 زائد 5. بي يساوي